بسم الاب والابن والروح القدس الان واحد امين. كل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد الغطاس، عيد تعميد السيد المسيح من ايد يوحنا المعمدان. فالآية اللي ذكرت في الانجيل بتقول: فلما اعتمد يسوع صعد الوقت من الماء، واذا السماوات انفتحت له، فرأى روح الله نازلة عليه مثل حمامة، وأتت عليه، وصوت من السماء يقول: هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت. وده إعلان للمسيح إنه جه لخلاص العالم كله بصنع الفداء العظيم. وبيقول إن كان المسيح واقف قدام يوحنا المعمدان بتواضع شديد وعجيب في نهر الأردن، واقف باستسلام ومستنيه يتعمد منه. ويوحنا المعمدان نفسه قال: هيأتي بعدي الذي لست مستحقا أن أحل سيور حذائه، وهو هيعمدكم بروح القدس ونار. لما المسيح نزل في نهر الأردن هو حمل كل خطايا البشر، إذ هو أصلا من غير خطية، عشان يحمل خطايانا كلنا من أول آدم لآخر الدهور. وكان ده سر الخلاص في نهر الأردن. وطبعا بنسميه عيد الغطاس عشان المسيح تم العماد بيه بالتغطيس. وكمان يوحنا المعمدان قال له: أنا محتاج إن أعتمد منك، فتيجي أنت وتعتمد مني أنا. فأجاب رب يسوع على يوحنا المعمدان بقوله: اسمح الآن، إنه هكذا يليق بنا أن نكمل كل بر. حينئذ سمح له بالعماد. وأتمنى لكم عيد غطاس سعيد. أنا اتأخرت عليكم شوية، لكن هو عشان أجيب كل المعلومات اللي تقدر تفيدكم. وأتمنى أنكم تصلوا من أجلنا كتير وتذكرونا دايما في صلواتكم. وما تنسوش تشتركوا معايا في قناة نور القديسين. يفرح ربنا دايما، يفرح قلبكم بكل غالي وبالظهور الإلهي، وباب السما دايما مفتوح يتحقق لكم كل الأمنيات الحلوة ليكوا والكل اللي تحبوهم. وأتمنى لكم دوام الصلوات الكويسة من القديسين، وباب السما دايما مفتوح لطلباتكم. وأشكركم على استماعكم لي.